السلام عليكم البنات. انا حاده في عمري 28 عام. غادي تقولوا واش باقا هاد السميه؟ ايها البنات، هادي سميتي، ما عندي ما ندير وباقا هاد السميه. المهم واخا سميتي شحال من واحد ما تعجبوش وشحال من واحد ما كتعجبوش، الحمد لله عندي حقي في الزين، وكما تيقولوا عليا حاده ومحدوده. محدوده يعني ما كاينش بحالي، طويله وبيضه وفورمتي زوينه، مغليظه وما رقيقه، يعني اي واحد يتمناني. ما كنشكرش راسي، ولكن غير باش تعرفوني علاش غادي نهضر وعلاش كنقول بحال هكا. المهم كما قلت لكم عندي 28 عام، ساليت القرايه وبديت كنخدم في واحد الشركه بلا ما نذكر السميه ديال الشركه. المهم بقيت كنخدم فيها واخا ما كانش شي صالير. تعرفت على واحد السيد كان خدام معايا في هذيك الشركه، غير هو ماشي في نفس البلاصه. المهم سيد كيبان شارب عقلو، تيبان ولد الناس، تيبان انسان، يعني كيفاش غنقولها لكم، كيبان انسان متواضع، انسان مخلق. المهم هضر معايا وقال لي انا ما بغيتش نتفلى، وقلت لي انا اصلا ماشي ديال التفليه، انا اصلا ما تقدرش تفلى عليا، دافع الجبهه زعما. المهم اش غادي نقول لكم، السيد تعرفت عليه، عطيته الرقم ديالي، بقينا كنهضروا واحد المده، اكثريه كنهضروا في التليفون. ما كنتلاقاش معاه حيت اصلا خدامين في نفس الشركه. ديك البلاصه فين كنتغداو وداك الشيء مره كنتلاقاو تما، مره كنتصادفوا في الوقيته ديال الغداء. كنتلاقاو كنهضروا يعني شويه، وكن اكثريه ديال الوقت كنهضروا في التليفون، حيت انا قلت ليه شوف انا اصلا ما عنديش الوقت، والوقت ديالي محدد، وكنت يعني واخا كنت كنخدم في هذيك الشركه كنحاول نقرا شي شويه. يعني انسانه انا واخا قلت عليه كيبان انسان مثقف، كيبان هذا، ولكن حتى انا راني الحمد لله حتى انا نبغي حوايج جداد في حياتي، نبغي حاجه زوينه في حياتي نديرها، نبغي يعني ماشي من النوع اللي كيبقى جالس ما كيدير والو. المهم كما قلت لكم بقينا كنهضروا في التليفون واحد المده، قلت له شوف انا حتى هاد الهضره ما عنديش، انا اصلا مع التليفون بزاف ما تنساليش ليه، ما كنساليش حتى الهضره ما كنساليش. يعني قلت له شوف بغيتي هاد العلاقه تكون رسميه، بغيتي يعني الا فعلا انت بغيتيني كما كيقولوا قصد الباب قصد الدار ولا كيفاش كيقولوا لها. المهم قلت له بغيتي المعقول راه غتبين ليا. ما علينا البنات، قال لي راه هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك حتى انا، وراه حتى انا ما باغيش نتفلى، وحتى انا بغيت ندير واحد الحاجه زوينه، بغيت نتعرف على عائلتك، بغيت هادي يعني بحال بغى يبين ليا باللي الفكره ديالي حتى هو نفس الفكره اللي عنده. ما علينا البنات، حددنا النهار ديال التعارف باش يجي هو وعائلته تعرفوا على مالين الدار وداك الشيء. انا قلتها للوالده ديالي وهي قالتها للوالد ديالي، وهضر مع المهم قلت لها شنو كاين انسان معقول، وحيت انا والديا عارفيني كيفاش دايره وعارفيني ما نقدرش ندير شي حاجه بلا شوارهم وبلا اخبارهم. المهم الناس جاو تعرفوا علينا، الناس توافقوا، المهم توافقوا العائلات كما كيقولوا. صافي بقى لينا غير نحددوا العرس، وباش اننا يعني نديروا الخطوه ديال الاخيره اللي هي العقد والعرس. المهم اتفقنا انا وياه نديروه في الصيف، كان باقي 3 شهور للصيف. صافي قلنا الصيف غنديروا العرس ديالنا وغادي نكتبوا داكشي. ايوا واش غادي نقول لكم البنات، كما قلت لكم راه الهضره على التليفون وصافي، حنا بقينا كنهضروا في التليفون زعما راه على اساس ان 3 شهور غنديروا العرس. واش غادي نقول لكم البنات، حيت ودخلنا للمعقول مره كنعطيو واحد الوقيته لبعضياتنا، كنتلاقاو كنهضروا على حياتنا وكيفاش غادي نقدروا يعني نزيدوا القدام، وكيفاش راكم عارفين البنات. واش غادي نقول لكم، واحد الشلاهبي، واحد ولد الحرام خلاتها واحد مسكينه، واحد واخا غنخلق في قصه واحده اخرى ولكن باش تضحكوا شويه ولكن راه حقيقيه. واحد السيده كانت ساكنه حدانا مريضه مسكينه في عقلها، كتمشي كتبغي تاكل كتمشي تدق على شي واحد كتقول لي بغيت ناكل شي حاجه، مشات دقات على شي ناس، وهذيك المراه اللي ساكنه في هذيك الدار سميتها فاطمه، وحليها راجلها حل راجلها لهذيك المراه مسكينه اللي مريضه. قالت لي عطيني ناكل، قال لها ما كاين حتى شي حاجه سيري في حالك. قالت لي بقات غاده في الزنقه وكتقول كذب عليا ولد الحرام وفاطمه حطت الطعام. هي ديالي انا وهذا الشلاهبي هذا كذب عليا ولد الحرام وفاطمه حطت الطعام. عرفتوا البنات، وما تصدقوش شنو دار، وما طيحش لكم على البال شنو دار السيد. نقول لكم شنو دار ليا ولد الحرام، نقول لكم شنو دار ليا. عرفتوا راه لحد الساعه ما مصدقاش هذا الشيء.
ملي كنكون كنهضر معاه انا وياه كنتلاقاو كنهضروا انا وياه، ديما كيجيني ميساج من نمره غريبه، ديما كيجيني ميساج من نمره غريبه. المره الاولى ما تيقتش، ما عرفتش بلي راه تكون شي حاجه. وصلني ميساج هز لي التليفون قلبو قال لي ديال من هاد النمره وانتيا كتغدريني وانتي تديري. ما علينا، كنفكوا هذاك المشكل. المره الثانيه كنتلاقاو عاوتاني كتجيني نمره غريبه كتصيفط ليا، يعني شكون مول هاد النمره هادي جديده، ماشي ديما نفس النمره، ديما نمره جديده كتجيني وانا عارفه راسي كي داير. يعني فاش انني وصلت لواحد المرحله ديال صافي غادي نتزوجوا داكشي، ما يمكنش انني نهضر مع شي حد اولا. المهم فيما كنتلاقى معاه نمره جديده، صدق الشلاه بيود الحرام هو اللي داير لي هذا القلب هذا غير باش يتفك مني. فيما كنتلاقى معاه كما قلت لكم نمره جديده، والسيد صدق هو اللي كيدير لي هذا القلب هذا. انا ما تنقول ليه كيفاش حتى فيما كنتلاقى انا وياه كتجيني نمره جديده وانتيا ودايره وفاعله وتاركه. المهم البنات باش فاريته معاه، السيد بغى يسوسني كما كيقولوا، ولكن ملي شفت هذه القضيه بحال هكا قبل ما يوصل ديك المرحله ديال انا ويقول لي الله يعاون، الحمد لله اللي قلتها لي انا قبل ما يقولها لي. انا ما قلتليش انت اللي كتصيفط لي النمره وكل مره كتجيني نمره جديده وانا معاك وهذا، يعني انت ما قلتهاش لي حيت غادي يبقى لا وماشي انا وانتيا وكتفلاي وهادي وهادي وهادي. تلاقيت به واحد النهار وقلت له شوف اخويا، انا ما مناسبنيش انني نتزوج بشي واحد بحالك، اسمح لي. هاد الخطوه اللي درت كنت غندم عليها، والحمد لله اللي ما وصلتش معاك لشي حاجه معقوله نيت، واخا كانت هضره وداك الشيء ومالي الدار وهذا، ولكن حبس انا ما بقيتش باغاك ولد الناس، والله يعاونني ويعاونك. وانتيا مال الاول وانتيا عندك شي حد ودوك النوامر اللي كيجيوك وهذا. قلت ليه شوف نقول لك، ما هاد الهضره كامله ما عندي ما ندير بها، انت بالضبط ما كليتش باغاك وما داخلش فيا مخي. عرفتوا البنات حسيت براسي عاد رجعت لي القيمه ديالي، وبحال ما عرفتش شنو وقع ليا حيت انا اللي حبست هذه العلاقه هذه، والحمد لله. واللي بغيت نقول لكم البنات، ما تخليو حتى شي واحد يجرجر فيكم ولا يتفلى عليكم ولا يضحك عليكم. وقولوا لي البنات اللي فايت وقع ليها شي موقف بحال هذا تكتبوا لي، غادي نقرا لي كومونتير. وشكرا لكم على الاستماع.